مود طبعا مود بيخليه سموز قوي ويقدر يتحرك يمين وشمال بكل سهوله زي ما انتم شايفين. مود تاني بيخليه ثابت مع حركه ايدك. يقدر زي ما انتم شايفين بيتحرك بسلاسه كده ونعومه مع حركه ايدك، بحيث ان هو يحافظ على افكار. هو بس بيعتمد على 2 اكس بس، يعني ما بيتحركش لفوق وتحت، لكن بيتحرك يمين وشمال زي ما احنا شايفين. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا، وحلقه سريعه كده في اول عيد عشان تلحقوا تاكلوا الكحك. زي ما انتم عارفين طبعا بمناسبه العيد والمصايف والكلام ده كله، بنحتاج ان احنا نصور لقطات وذكريات جميله ان احنا نحفظها. يعني زي ما انتم شايفين معانا النهارده 2 من اشهر الجيمبلز اللي موجوده في السوق، سموز اكس وسموز كيو 3. طبعا الاثنين دول ايه الجيمبلز؟ في ناس مثلا ما تعرفش يعني ايه الجيمبلز، وانا على فكره عامل حلقه لكل واحد، هحاول اسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس، هتلاقوا حلقه منفصله لكل واحد، وهحاول اسيبها لكم في حرف الاي اللي هيطلع على يمين الشاشه هنا اهوت. طب ايه الجيمبلز ده او اسمه استابلايزر؟ في ناس بتقول عليه استابلايزر. ده بيحافظ على الموبايل زي ما انتم شايفين. هوريكم حاجه لقطه كده سريعه. بيحافظ على الموبايل في شكل ثابت مهما تحرك ايديك. بص، مهما تحرك ايدك هيخلي ايدك ثابته. بصوا، مهما احرك ايدي بتفضل ثابته، او سوري الموبايل بيفضل ثابت معاك، فبالتالي يديك لقطات كويسه جدا. وطبعا الكلام ده للناس اللي بتحب التصوير. زي ما انتم شايفين اهو، كل حركة طبعا ده بيعمل نفس الحكاية وده بيعمل نفس الحكاية، بس الأسعار طبعا تختلف ما بينهم. ده أرخص شوية، معرفش حاليا دلوقتي بقى سعره كام بالظبط، بس أنا كنت جايبه في حدود 850 900 جنيه. ده كنت جايبه في حدود 1800. ممكن طبعا تكون أسعارهم اختلفت دلوقتي. دوت زي ما احنا شايفين فيه مجموعة أكسات أو مجموعة مواتير. أدي واحد اتنين، وفي طبعا موتور اللي هو بيحركوا زي ما انتم شايفين. طبعا بيحركوا في كل الاتجاهات اللي انتوا عايزينها، يمين شمال فوق تحت، بيحركوا في كل الاتجاهات اهو زي ما انتم شايفين كده. هو طبعا ده بيبقى اغلى شويه، وفي نفس الوقت برضو معاه اضاءه. يعني لو عايزين نعمل كده اهو، بصوا كل ضغطه بيدي اضاءه اعلى شويه. طبعا كل واحد دي سعر وليه امكانيات. ده برضو نفس الحكايه، بس ده فيه اكسين، يعني فيه اكس يمين وشمال فوق وتحت. هحاول برضو اشغله لكم دلوقتي. دوت كمان فيه سيلفي ستيك. فقلت حلقه سريعه كده بحيث ان انتوا برضو يبقوا الناس اللي مهتمه بالتصوير واللي بتحب التصوير. لو انت منشئ محتوى جديد عايز تعمل حاجه بسيطه حتى كبدايه، حاجة زي كده نافعة ليك. طبعا في حاجات أغلى كتير جدا، في حاجات بتوصل ل20 و50 ألف جنيه وأكتر من كده، بس طبعا على حسب إمكانياتك بتقدر تجيب الحاجة المناسبة ليك. طبعا زي ما قلت لكم دي تعتبر من أشهر الحاجات. طبعا في حاجة تانية اسمها دي جي اي اوزمو، برضو من الحاجات المشهورة جدا والحاجات اللي الناس برضو كتيرة معاها نفس الجيمبل. دوت طبعا بيساعدك ان انت تاخد لقطات ثابته لابعاد الحدود. لكن طبعا بيعتمد برضو على الكواليتي بتاعه الموبايل بتاعك. والموبايل برضو لو في طبعا منع الاهتزاز هيطلع لك لقطات احسن واحسن، هيطلع لك طبعا لقطات كويسه جدا. بس زي ما انتم شايفين، رغم ان ده مميز جدا، لكن ده برضو في حاجه مميزه جدا هحاول اوريها لكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين الجيمبل ده اللي هو سموز اكس الارخص اللي انا كنت جايبه، بقول لكم في حدود 900 800 900. زي ما انتم شايفين في حاجه اسمها سيلفي ستيك او عصايه سيلفي. طبعا دوت بيتحرك برضو في نفس الاتجاهات، بيتحرك فوق وتحت ويمين وشمال، لكن في نفس الوقت معاه طبعا زي ما انتم شايفين اهو التحكمات بتاعته، ان انت تحركه او تعمل زوم او تاخد لقطات فيديو او تاخد لقطات صور عاديه. طبعا زي ما انتم شايفين دي بتبقى حاجه جميله جدا ان انت تقدر تاخد سيلفي. وعايز اقول لكم ما شاء الله بيقعدوا الاثنين يعني ممكن يقعد معاك 7 ساعات 8 ساعات. وتعالوا نشوف التراكنج بقى بالمره. ده التراكنج بتاع الجهاز. كليكه واحده على الشورت كات الزرار اللي ورا هيبدا يعمل لك يفعل التراكنج. طبعا التراكنج دوت مفيد جدا لو انت مثلا بتصور لوحدك مفيش حد معاك. يقدر زي ما انتم شايفين كده وبصوا، طبعا ده مثال كده بسيط بوريلكم. بصوا بيتتبع اي حاجة متحركة قدامه، بحيث ان انت تقدر تاخد شطاتك ولقطاتك كأن حد بيساعدك يعني في التصوير. تقدر طبعا تحركه زي ما انت عايز. انتوا شايفين اهو بحركه في كل الاتجاهات زي ما انا عايز. وطبعا زي ما انتم شايفين موضوع السيلفي ده
مديله ميزة كبيرة جدا، رغم ان دوت طبعا ارخص شوية وبيتحرك في اتجاهين بس. لكن موضوع في ليه عصاية سيلفي دوت بيديله طبعا أهمية أكبر شوية. في نفس الوقت أنت لو بتصور حاجة ممكن إن أنت تستخدم عصاية السيلفي دي في لقطات كتيرة جدا. شايفين الأحجام بتاعتهم، ممكن إن هي طبعا بتطبق وتبقى أقل من كده. يعني ده مثلا زي ما انتم شايفين أهو. بصوا يا جماعة، ده أنا شخصيا بحب الجيمبل ده أوي، صغير وبسيط جدا، وفي نفس الوقت زي ما قلنا طبعا أحسن حاجة في موضوع عصاية السيلفي. لكن فرضا انت مش عايز الموضوع ده كله، عايز تخليه في جيبك او انت بتتحرك بيه مثلا، هتبدأ طبعا ان انت بكل سهولة. بصوا اهو، بتبدأ ان انت تطبقه بكل سهولة اهو، سهل جدا وفكرته بسيطة جدا. بتطبقه كده، هو ليه طريقة طبعا ان انت خلي بالك بس وانت بتطبقه اهو. وزي ما انت شايف بكل سهولة معاك حاجة ممكن تحطها في جيبك تتحرك بيها. لو انت منشئ محتوى جديد، لو انت عايز تعمل قناة او كده، حاجة زي كده هتطلع لك تصوير جميل جدا، تصوير بروفيشنال. هيبقى شكل القناة جميل جدا بحاجة بسيطة. وطبعا مش محتاج حاجات غالية زي ما انتم شايفين. بصوا يعني قد الايد تقريبا، تقريبا قد الايد بالظبط، في حاجة بسيطة جدا. برضو التاني نفس الحكاية بيتطبق، بس طبعا مش بيبقى كده، بيبقى يتطبق اصغر شوية، لكن برضو في نفس الوقت بيتطبق. وممكن ان انت بيقلل حجمه. والجميل معاه ان كمان في ستاند كده، ممكن طبعا تبدلها ما بين الاتنين، لان هما من نفس الشركة. زي ما انت شايف، اذا كنت هتحطها هنا او هتحطها هنا الدنيا تمام معاك. وزي ما بقول لكم بيقعد حوالي 7 ساعات في الشحنة الواحدة بتاعته. فما شاء الله حاجة جميلة جدا. عايز اوريكم برضو دوت. بتبدأ ان انت تطفيه طبعا، بتطفي الجهاز الاول اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. خلاص طفى الجهاز، تبدأ تشيل موبايلك. وتطبيقه برضو سهل جدا اهو. وهتلاقوا طبعا حلقة منفصلة عن كل واحد. انا عامل لهم حلقات منفصلة اهو. تبدأ ان انت تنزل برضو الموضوع ده كده وده كده اهو، وتشيل. وزي ما انت شايف طبعا بياخد حجم صغير جدا اهو، اتقفل بكل سهولة. ده برضو نفس الحكاية لو انت عايز تركب لده القاعدة بتاعت التاني. طبعا لو انت هاوي، لو انت زي ما قلنا بادئ قناة جديدة، حاجات بسيطة تساعدك في البداية اهو. وتبدأ ان انت تفتح كده، وادي نفس الستاند ركب عليه بكل سهولة زي ما انتم شايفين. كل سنة وانتم طيبين، وحلقة سريعة، حلقة بسيطة. ولو عايزين تشوفوا الحلقات بتاعت كل واحد لوحده هحطها لكم في الديسكريبشن بوكس تحت، لإلا ان هو فوق على اليمين. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.